عايزاه وكسبانه، لكن كسروا الاستاد، كسروا الكراسي. حد بقى عاقل يقول لي ليه؟ لا في استفزاز من الجماهير الاخرى، لا في استفزاز من لعيبه، لا فيش حاجه خالص خالص. لوحده جمهور الزمالك، لوحده في الاستاد، لوحده، ما معهوش حد وكسبان. يعني التحكيم ما ظلموش بدليل انه كسبان، لكن الناس فوجئت بتكسير الاستاد. يعني حاجه غريبه جدا. كسروا ليه؟ ما تفهمش ايه اللي حصل، ما تفهمش. المنشآت تتكسر ليه؟ برضه ما تفهمش ليه. هو بقى دلوقتي ما تيجي يلا نكسر لنا كام كرسي، ما تيجي يا حبيبي نكسر الازاز، ما تيجي نخلع لنا بابين. هو بقى سلوك؟ لا، ما هي ظاهره عايزه الدراسه برضه. اتحاد السله رائع، لجنه المسابقات 100 100، 20,000 جنيه غرامه و7 مباريات بدون جمهور. يلا وش 100 100. انا امبارح حياه اتحاد السله انه الاهلي بيلعب بدون جمهور لشغف جماهيره، 7 مباريات، يلا وش كده، اوعى وشك جدعان زي الفل. و20,000 جنيه غرامه. استاد القاهره رائع، قال لك ما حدش هيلعب عندي، يلا بقى بره بره بالسلامه، محدش هيلعب هنا، يلا. اتحاد السله طبعا جري صاله استاد الشرطه، تعالى بقى يا حبيبي عندي في الشرطه. والجدع يرمي قشاي، ما هو التاني مال عام، فهو مروح كده قام جاي ايه، فكك له كرسيين، مكسر له ازازين، محطم له بابين وهو ماشي. لكن لو جدع بقى تعالى في الشرطه اعمل حاجه. كابتن او الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره السله وعضو مجلس اداره، مساء الخير يا دكتور مجدي. مساء الخير يا كابتن احمد. عايز احييك على هذه القرارات. قرارات صح ولا غلط الاول؟ اولا الحمد لله، وقرات انا من وجهه نظري انها صح. طبعا هي هتبقى في بعض الناس هتقول صح، لا يعني القرار ب7 مباريات بدون جمهور وغرامه 20,000 جنيه. لا، هو القرار بعد مجلس الاداره 10,000 جنيه و10 مباريات بدون جمهور، 3 في كاس مصر و7 حتى نهايه الدور الاول من الدوري الممتاز. 100 100 على ارضه وخارج ارضه. 100 100. ما يهمنيش الغرامه، يهمني الجمهور المشاغب ما يحضرش. 100. هو فعلا مجلس الاداره قرر كده. و10 ماتشات بدون جمهور. والاهلي كان عنده كام مباراه بدون جمهور؟ الاهلي كان 20,000 و7 مباريات بدون جمهور. فاضل لهم كام مباراه؟ الاهلي النهارده اخر مباراه ليه بدون جمهور. اخر مباراه ليه بدون جمهور، لكن الزمالك هيبدا 10 مباريات بدءا من النهارده. بالظبط. لا، من غير النهارده. من غير النهارده بدون جمهور على الناديين، نظرا للاحداث اللي حصلت امبارح وقرار استاد القاهره اللي نقلنا الساعه 10 بالليل امبارح، بعت لنا جواب قال ان الغاء جميع المباريات. كان عندي دورتين في استاد القاهره يا كابتن احمد، وقعدنا على اتصال بالليل لحد الساعه 12 واحده بالليل امبارح، واحنا على اتصال لحد ما جبنا صاله الشرطه وصاله نادي الشمس مشكورين، ادونا صالتين بدون جمهور. بدون جمهور نهائي. عشان يدخلوا الناس، لان طبعا كل الناس بدات تخاف احسن من الجمهور. احسن. هو احسن ومش احسن. لا والله يا دكتور مجدي احسن. بص، انت راجل كنت يعني في الملعب، الجمهور شوف كان بيعمل معاك ايه وانت لعيب، ويخلي شكل الملعب. كابتن يا دكتور مجدي، يا مجدي يا صديقي العزيز، الناس ما تعرفوش ان مجدي ابو فريخه ده زميل دراسه من اولى اعدادي لحد ما خلصنا مع بعض، وصديق عزيز جدا من طنطا، ووالده الاستاذ حسني ابو فريخه كان استاذي في المدرسه الجامعيه الاعداديه بطنطا، وانه اخوه محمد ابو فريخه ده صديق عزيز وزميل لاخي وعضو مجلس اداره نادي طنطا. فهو يعني من الممكن ان انا اقول لك يا مجدي، لكن على الهوا ما ينفعش غير اقول لك يا دكتور مجدي. يا دكتور مجدي بعد اذن حضرتك يا دكتور مجدي، ده احنا بنصرخ في ملاعب الكره مما يحدث، بنصرخ من هذا الشغب اللي تفشى. فانا بالعكس انا شايف ان انتوا اتخذتوا القرار الصحيح، قرار رادع وقوي، واياكم ان انتوا ترجعوا فيه، لانه اول من هيهاجمكم هبقى انا، لانه اللي حصل ده. بعد اذنك اتفضل. مجلس اداره الاهلي وكنت في لقاء على قناه الاهلي وطلبوا مني ان تخفيف العقوبه. قلت اتحاد السله، الكلام ده يوم الثلاث اللي فات، اتحاد السله ما بياخدش قرار وبيرجع فيه، وده عهد علينا.
واخد بالك. وقلت برضه نظرا لان ممكن اي نادي يحصل وبعد ما يخفض للاهلي هيطلب الثاني بالمثل. برافو عليك، برافو عليك. ما حدش بيرجع فيه من يوم ما دخلنا مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. خلاص يعني ده قرار نهائي. ده قرار نهائي مفيش راجع فيه وعلى مسؤوليتي الشخصيه. طيب قول لي اللي جاي ايه يعني؟ هل هتحطوا في اللوائح بعد كده خصم نقاط، اخطاء فنيه يعني؟ عشان والله كنا بنتكلم فيها فعلا النهارده. بس لازم هتنزل في اللائحه ولازم هيكون لها موقف بعد كده، لان بالمنظر ده دي مش رياضه نهائي. وانا بقول لحضرتك يا كابتن احمد ان احنا ان شاء الله في دراسه مستمره للظاهره دي وارجو دراستها. وقلت المره اللي فاتت بعد جمهور الاهلي اللي ماتش ما كانش ليه لازمه، وجمهور الزمالك اللي امبارح كسبان وطلع فرحان يكسر الدنيا بالمنظر ده ويشتم الانديه الثانيه. طب انا عايز اسال يا كابتن مجدي او يا دكتور مجدي او يا صديقي العزيز مجدي، ليه ما كانش فيه جمهور اهلي، ما كانش فيه جمهور ثاني ليه؟ ما انا والله ما اعرف. دي ظاهره لازم تدرس يا كابتن احمد. مجلس القومي الرياضي يعمل لها دراسه. يعني خبراء علم النفس وعلم الاجتماع لازم يدرسوا ظاهره في مصر مش طبيعيه. ظاهره في مصر مش طبيعيه. يعني دي هتدمر الرياضه المصريه. مش باسكت بول. دي مش جماهير باسكت بول. واخد بالك؟ دي مش جماهير باسكت بول يا كابتن احمد. دي جماهير رياضه مصريه. ظاهره ظهرت قدامنا كلنا ولازم يتشاف لها حل. لازم يبقى في وقفه. لازم يحصل اجتماع مع الاتحادات كلها مع المجلس القومي. واخد بال حضرتك؟ لعدم تفاقم الظاهره دي. الظاهره دي مدمره للرياضه المصريه. دكتور مجدي ابو فريخه عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله ورئيس لجنه المسابقات، اشكرك شكرا جزيلا.